الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما تبقى في هذا المجلس من لامية ابن الوردي عليه رحمة الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاحي العمل. هنا يقول: اطلب العلم ولا تكسل. طلب العلم هو من مشاعر الخير ودروبه، ومن السبل والطرق الموصلة إلى الجنة السلام، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من الطرق السهلة المستقيمة التي توصل الإنسان إلى الجنة بأيسر السبل، وذلك أن الإنسان يعرف فيها مواطن العبادة ومواطن الخير ومواطن الشر، بخلاف العامي الذي ربما يقتصر على عبادة واحدة يظن أنها فيها درجة الكمال ونحو ذلك، ويقصر في هذا ويفرط في عبادات كثيرة. ولذلك أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى لما حدث بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا روي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، لما قيل له أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعه حتى تدفن فله قيراط، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. السبب في ذلك هو أن الإنسان لا يعلم ذلك الأجر والثواب الذي جعله الله عز وجل في أعمال الخير، فإنه إذا علم أن ذلك الثواب رتبه الله عز وجل على ذلك العمل فإنه يتبعه. السبب إذا ما هو العلم والسماع والخير الذي يسعى إليه الإنسان في تحصيل المعرفة وتحصيل العلم. ولذلك كان العلماء يتقدمون الناس يوم القيامة منزلة ورفعة. لما؟ لأنهم عرفوا مواطن الخير ومواطن الشر، فتبعوا مواطن الخير وأعلى مواطن الخير التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، وحذروا من مواطن الشر ومن مداخل الشيطان ووساوسه. ولذلك كان العلم من أفضل العبادات، بل نافلة العلم من أفضل النوافل، أو هي أفضل النوافل على الإطلاق، وواجب العلم أفضل الواجبات على الإطلاق. فلا يمكن أن تتحقق الوجوب، لا يتحقق العبادة عند الإنسان إلا بمعرفتها والعلم بها، وما عدا ذلك لا يمكن الإنسان أن يتعبد بشيء لم يعلمه. إذن فالتوحيد وهو أعظم الواجبات على العباد ثم يليه من أركان الإسلام، لا يمكن للإنسان أن يحققها أو يأتي بها إلا بعلمه بها. وذلك كان العلم بمسائل العقائد والتوحيد هي أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. يقول: أبعد الخير، يقول: ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لأن العلم بحاجة إلى جد واجتهاد ومثابرة، والعلم لا يمكن أن يتحقق منه الإنسان إلا بالصبر والمجالدة ومجاهدة النفس. ولذلك يقول العلماء: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أي حتى تتفرغ للعلم بوقتك كله فإنه يعطيك بعضه، ولا يحصي العلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد جاء بعض السلف إلى عبد الله بن عباس وسأله عن علم، قال: لا أعلمها. قال: وكل العلم تعلم؟ قال: لا. قال: ونصفه؟ قال: نعم. قال: عدها من النصف الذي لا تعلمه. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد وسع علمه كل شيء. قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. التفقه في الدين هو من طلب العلم، والمراد بالتفقه في الدين هو معرفة الحلال والحرام. ولذلك يسمى الفقه في الدين ويسمى العلم الذكر. فإذا أطلق الذكر في الكتاب والسنة فالمراد به الفقه، وليس المراد به
التذكير بالمواعظ ونحو ذلك، أو ذكر الله عز وجل التي يلهج بها الإنسان بين فينة وأخرى. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: الذكر ذكر الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق. وروي أيضا عن عطاء كما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية قال: العلم هو ذكر الله وكيف تطلق وكيف تنكح وكيف تتزوج، ولا كما يقول القصاص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه بإسناد فيه ضعف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. المراد بحلق الذكر هي الفقه والتعليم، معرفة الحلال والحرام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. مراد بروضة من رياض الجنة أي أنها سبب في دخول الجنة، وذلك أن ذلك الموطن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام فيه أصحابه. والعلماء في هذا المعنى قولا: ذهب الجمهور إلى أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أن المراد أن هذا الموطن إما أن ينقل إلى الجنة، وإما أن يكون ذلك موطن مبارك فيستحب فيه العبادة. وذهب جماعة من المحققين وقال ابن القيم كما نبه عليه في كتاب الجواب الكافي، وكذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في الاستذكار والتمهيد، على أن المراد بذلك روضة من رياض الجنة، نظير قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. إذن فما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيته روضة من رياض الجنة، أي ذلك الموطن هو الذي يعلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الحلال والحرام. أي ذلك تلك البقعة احضروها فهي روضة من رياض الجنة، أي للتعليم، أي سبب لدخول الجنة، معرفة الحلال، معرفة الحلال والحرام. إذن تلك الروضة لا يتعبد الله عز وجل فيها بميزة تختلف عن غيرها مثلها كسائر بقاع المسجد النبوي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح من فقه في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية في الصحيحين. والمراد من ذلك أن الله عز وجل كلما أراد بعبده الخيرية كلما صرفه إلى العلم والتفقه بالحلال والحرام، وكلما أراد به سوءا وشرا، هذا مفهوم دلالة المفهوم والمخالفة، أراد به شرا أبعده عن العلم وعن معرفة الحلال والحرام، فانشغل بالترهات وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا بد للإنسان حينما يريد أن ينال مناله من العلم والمعرفة أن يهجر ضد ذلك من النوم والكسل والراحة والدعة. ولذلك يقول الشاعر: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبرا. لا بد أن يمر عليك من الألم والتجرع وهجران المضاجع ونحو ذلك حتى تنال الرفعة والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عن لذائذ الدنيا. ولذلك يقول الشاعر: لا تركنن تعود سهر الليل فإن النوم خسران، لا تركنن إلى الذنب فإن الذنب نيران. يقول: لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. أي لا تقل قد فاتك العلم، فالعلم يطلب في كل حين حتى على الكبر. ولذلك روى البخاري أو ترجم في صحيحه في كتاب العلم قال: باب تعلم العلم في الكبر، ثم قال: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. أبو بكر تعلم وتفقه، كذلك عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى، كلهم قد بلغوا المشيب حينما دخلوا في الإسلام وأصبحوا من الفقهاء في الإسلام. معاذ بن جبل من أعلم الناس بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة وهو من كبار السن كذلك. إذن العلم لا يحصره زمن ولا وقت ولا سن معين، فيتعلم الإنسان. لذلك قد جاء عن غير واحد من أئمة الإسلام أنه تعلم في الكبار، فابن حزم الأندلسي قد ابتدأ العلم بعد 40، وقد ورع في ذلك فأصبح من أذكياء الدنيا في هذا، كما سماه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وإن من أعظم مداخل الشيطان
على طالب العلم هو أن يقنطه من الحصول على مناله في العلم والمعرفة كمضي العمر وتمكن من هو دونه في العلم وتقصيره في ذلك، وكذلك ربما ضعف عقله أو ضعف فهمه وعدم تدبره أو عدم حفظه ونحو ذلك. وعقول الناس كلها واحدة، الله عز وجل خلق الناس على أحسن تقويم فهم يتفاوتون، فمن ربى نفسه على الفهم والحفظ فإنه يكون من أهل الفهم والحفظ، ومن ربها على غير ذلك فإنه يكون من دون ذلك. لذلك الإنسان إذا اعتاد على الحفظ والمدارسة والفهم فإنه يكون من أهل الفهم والذكاء، وإذا ربى نفسه على غير ذلك فإن النفس توطن وتساس بحسب ما يسوسها به صاحبها. يقول في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. حينما يكون الإنسان متعلما فلا شك أن في ذلك إرغاما لحاسديه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال لا حسد إلا في اثنتين، أي إن كان ثمة حسد يستحق أن يحسد عليه الإنسان لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس ويعلمه، ورجل آتاه الله مالا إلى آخر الخبر. لكن الشاهد من هذا مسألة العلم، فإنه هو الذي ينبغي أن يحسد عليه، فالناس يحسدون الإنسان على علم، ولذلك قال في ازدياد العلم إرغام العدا في المعرفة ومعرفة مواطن الخير ونحو ذلك. لذلك العالم يهاب لأنه صاحب معرفة لا يمكن أن يدلس عليه، سواء كان معرفة بحال الدنيا أو معرفة بأحوال الشرع، معرفة الحلال والحرام، فكلما تمكن في الأمر صعب الدخول عليه من هذا الباب، سواء في أمور البيع والشراء إن تمكن من ذلك فإنه لا يخدع. ولذلك يقول عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما روى الترمذي في السنن قال لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا، وذلك لكي لا يقع فيما يخالف الشرع. نعم. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، انظم الشعر ولازم مذهبي فاطراح الرفد في الدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتدل. يقول هنا مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. يقول جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. النحو للكلام كالملح في الطعام، فهو الذي يحلي الكلام، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحلي كلامه بالنحو، والنحو هو استقامة آخر الكلام، ويدخل في النحو في باب الإعراب وباب الصرف، والصرف هو ضبط أواسط الكلم وأوله، والإعراب هو ضبط آخر الكلم، وكله النحو. والنحو هو علم لا يقبل التوسع، قواعد مضبوطة لا يمكن أن يوسع، بخلاف سائر العلوم كعلوم الآلة كعلم الأصول وعلوم الأدب ونحو ذلك التي تتوسع بتوسع الناس. أما علوم اللغة أي علم النحو خاصة لا يمكن أن يتوسع، فهو قواعد معلومة لا يمكن أن تتعدد، فلا يبالغ الإنسان فيه فيغلب على كلامه التقعر ونحو ذلك والتكلف، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك المبالغة في السجع ونحو ذلك، وقد سماه عليه الصلاة والسلام ضربا من ضروب السحر. يقول انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد ولا تبغي النحل. هنا يحث على نظم الشعر، ونظم الشعر هو من وجوه الأدب، فإن الإنسان الذي ينظم الشعر فإنه يكون صاحب ذوق رفيع، إلا أن النزول في الشعر والسعي
في ابتذاله والإكثار منه ونحو ذلك مما يذم فيه الإنسان. بل الشعر المذموم الذي فيه الإسفاف والإسقاط، ولذلك قال ولازم مذهبي في اطراح الرفض، فيطرح الإنسان تلك المعاني الساقطة من معاني الشعر ونحو ذلك. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لئن يمتلي صدر أحدكم أو جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلي شعرا. والمراد بالشعر هو الشعر الساقط السافل الذي لا معنى خير فيه، بل هو معنى شر، كالهجاء والغزل الفاحش ونحو ذلك. هذا من الشعر الساقط. ولا زال العلماء من العصر الأول يشعرون، لكنهم لا يشعرون في المعاني القبيحة. ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي. وذلك أن الشاعر كلما بلغ بشعره منزلة رفيعة كلما وقع فيه من الكبر والغطرسة والرفاع على الناس، لأنه يملك لسانا سليطا يهجو به فلان وفلان ونحو ذلك، ويقع في نفسه من الكبر على الناس ونحو ذلك. لذلك الشافعي قد استنبط من هذا المعنى أن ترك المبالغة في الشعر من صفات العلماء. قال: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وهو من شعراء العرب ومن أئمة اللغة عليه رحمة الله: لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي. فهو قد جمع بين العروبة وكذلك صلة النسب، فهو مطلبي عليه رحمة الله. يقول: فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر وإذا لم يبتذل. عنوان على الفضل لأنه من الأدب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر ولم ينظمه لحكمة بالغة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شاعرا لاتهم بوضع القرآن، ولذلك نفى الله عز وجل عنه ذلك. قال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بالشعر لكنه لا يشعر، وهذا وارد، لكنه ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. ومن قال بذلك فقد قال فظاهر القرآن، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى عنه أنه يكون شاعر، لكنه يقول الكلام السجع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك لما قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: ولذلك قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: العزى لنا ولا عزى لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام رادا عليه في يوم أحد على السجع، قال: الله مولانا ولا مولى لكم. ولا زال الشعر علامة على أهل الفضل إذا لم يكن ذلك فيه إسفاف، ولا زال يحفظ من كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كالإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم. قال: فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، أي إذا لم يطلب به شيء من الدنيا أو كان فيه مذمة كأن يطعن في الناس والقدح فيهم ونحو ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون. هذا هو الأصل فيهم، لأنهم يملكون من السحر بالكلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. يقول: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. أهل العقل والفضل لا يتكلون على أصولهم، ولكنهم يتكلون على أعمالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يوم القيامة لا اعتبار بالأنساب،
فما العبرة بالنسب؟ العبرة بالنسب كما قال الله عز وجل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو العبرة، وأن يتعارف، فتكون الأسماء كالأعلام على الناس، هذا فلان وفلان، ما عدا ذلك لا تغني ولا تسمن من جوع. أما معالي أهل السنة أن العرب أفضل من غيرهم، والجنس العربي أفضل من جنس غيرهم، لكن لا يعني أن ذوات العرب أفضل من ذوات غيرهم، فالذوات تختلف، كما يقال أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن لا يعني أن هذا الرجل أفضل من تلك المرأة. فمن أعيان النساء من يكون أفضل من أعيان الرجال، وهذا كثير. يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أي أنني لا أتزلف بذلك الشعر الذي وهبني الله عز وجل إياه تقبيل اليد لكي تقبل يدي، أو أقبل يد فلان ليحصل لي شيئا من نصيب الدنيا ونحو ذلك. ولذلك ذم العلماء عليه رحمة الله تقبيل اليد. وقد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع من حديث سليمان بن حرب قال تقبيل اليد تلك هي السجدة الصغرى، لأنها مذمة. قد مال بعضهم وهم قلة من السلف إلى تحريمها وليس بالصواب، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قبلت يده، وثبت عن العباس بن عبد المطلب أنه قبلت يده، وكذلك ثبت عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه رخص في ذلك، وهذا عليه عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى. واختلفوا كذلك في تقبيل القدم، هل تقبل القدم أم لا؟ إذا كانت لأب وأم فإنها لا حرج في ذلك، لكنه لا يكثر منها لأن فيها شيء من الإذلال والخضوع الأولى أن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. وذلك أن الإنسان إن وهب فإن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، وهذا أمر معلوم. فإن أحسن شخص إلى آخر فنفس المحسن إليه مجبولة على حب من أحسن إليه، وهذا معروف في الطباع، بل أنها تغض الطرف عن خطايا ذلك المحسن، وهذا معلوم مشاهد. ولذلك لا زال العلماء يحذرون من عطايا الحكام ومن عطايا الرؤساء والكبار. لما؟ لكي لا تقصر هممهم عن الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله. ولذلك يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله إني لأرى الرجل يأتيني ويهش في وجهي وفي صدري عليه فأجد في نفسي لينا نحوه، فكيف ونحن نطأ فرشهم ونأكل مواعيدهم، يعني السلاطين، فكيف إذن قلوبنا على ذلك. ولذلك يحذر من أخذ العطايا من أرباب الفسق أيا كانوا، سواء كانوا رؤساء أو وجهاء أو أغنياء ونحو ذلك، لكي لا تنكسر قلوب العلماء فيعجزون عن قول الحق ويبتعدون عن المذلة للناس، وأن لا يذل لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعن. ملك كسرى عندك بعدها. طيب. نعم. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي. يقول أعذب الألفاظ قولي لك خذ، المراد بذلك الكرم، أن يكون الإنسان كريما، وهذا يرى أنها أجمل لفظ تمر عليه هو أن يقول لأحد من الناس خذ إحسانا إليه، وذلك إما أن يكون من باب النفقة أو الصدقة أو الزكاة أو الهدية، وهذه كلها محمودة في الشرع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة التي في قلب الإنسان على أخيه، لذلك مجلبة المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المؤيد بوحي الله كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا هو الكمال، أن يقبل الإنسان الهدية ثم يثيب عليها. يقول أمر اللفظ نطقي بلعل،
المراد بذلك أن الإنسان إذا رغب إليه حاجة أو طلب منه شيء فلم يستطع إنفاذه أو القيام به أخذ يسوف ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وجاء أيضا من حديث أبي هريرة قال حق المسلم على المسلم 6. وأما الإنسان إذا سئل ولم يستطع جوابا أو لم يحر جوابا فإنه ثقيل على نفسه ألا يجد ذلك، وهذا لذلك استثقله المصنف عليه رحمة الله قال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر استزاء بالوشل. أن ينبغي للإنسان ألا يطمع في الدنيا وأن ينظر في باب الدنيا لمن هو دونه ولا ينظر لمن هو أعلى منه. ملك كسرى تغني عنه كسرة، ما دام الإنسان في هذه الدنيا والدنيا ظل زائل ينبغي أن يتزود بالقليل. ملك كسرى ذلك العظيم الذي بلغت مثاقيله المكاييل من الذهب والفضة وغير ذلك تغني عنه كسرة يتزود بها الإنسان، لا تقصر من عمره تلك الكسرى ولا تزيد في عمر كسرى أملاكه، ولكن يغني عن ذلك القليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدنيا ظل زائل فينبغي للمرء أن يتقلل منها. وقد مثل هنا قال وعن البحر استزاء بالوشل، أن الإنسان إن أراد الكفاية والغنية يكتفي بالمطر، والوشل هو قطرات المطر اليسيرة التي لا تنهمر بكثرة هي التي يستغني بها الإنسان عن ذلك البحر متلاطم الأمواج. صحيح أنه كثير ويغني الإنسان غناء تاما، لكن في ذلك كفاية، فما الذي يزيد صاحب البحر عن كفاية صاحب المطر؟ يقول اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل. اعتبر المراد بذلك قسم هذا إلى هذا، وهذا هو الاعتبار. وذلك يقول الله عز وجل في كتاب العظيم فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تدبروا وتأملوا، خذوا من هذا إلى هذا وقيسوا الأحكام. قال اعتبر بقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم، أي أن الله عز وجل قسم بين الناس الأخلاق وقسم بينهم الأرزاق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. وابن آدم ليس له إلا ما كتب له، فلا يطعم غيره طعامه ولا يطعم طعام غيره ولا يكتسي بكساء غيره ولا يكتسي غيره بكسائه، فلا بد أن يأتيه وإن كان في جوف البحر يخرجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كان طعامه في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة إلا أخرجها الله عز وجل له كائنا ما كانت وأنالها إليه. ولذلك يأتي رزق الإنسان من أقاصي الدنيا حتى يأتي إلى فمه، يكتبه الله عز وجل للإنسان ولا يمكن أن يخرج من فيه شيء ليس لغيره. نعم. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل، كم جهول وهو مسر مكثر وعليم مات منها بالعلل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها واتئب إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. يقول ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، أي أن ما يحويه الإنسان من متاع الدنيا ولذائذها وما يحصل له من تكسب ونحو ذلك ليس ذلك بعزمه، ولكنه مما قسمه الله عز وجل له، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بأخذ الأسباب وجعل للإنسان مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يجب على المرء أن يعتقد أن ما يحوي من نصيب الدنيا ولذائذها ليس هو من عزمه واجتهاده المحض، بل هو ذاك سبب
جعله الله عز وجل للإنسان أخذ به فرزقه الله عز وجل ذلك الرزق، ولا ما فات عليه من متاع الدنيا ولذائذها فلا ينبغي أن يتحسر عليه بسبب الكسل، وإن كان الأصل أن الإنسان ينبغي أن يسعى ويعمل. ولذلك امتدح الله عز وجل العاملون. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم العمل. هل الإنسان إذا كان مقتدرا على العمل ولم يعمل واكتفى بنفقة غيره هل يأثم بذلك أم لا؟ على قول. ذهب الجمهور إلى أن عمله مستحب، ذهب قلة ومروي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الوجوب، والصواب أنه على الاستحباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى في الخبر كما عند الطبراني وغيره وكذلك في المسند النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ووجد رجلا فيه فقال أن تعمل؟ قال لا، أخي يكفيني. قال أخوك خير منك. والمراد بذا مع أنه باق في المسجد، لكن العمل هو الأولى أن يكد الإنسان ويكدح. وكذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يدخر رزقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يدخر قوت سنة، وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالإيمان نبي من أنبياء الله عز وجل مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى، لكنه يعلم أمته مواضع الخير والأخذ بالأسباب، وليس هذا قنوط من رزق الله عز وجل وعدم اعتبار، ولكنه أخذ بالأسباب وهو يدخر رزق أهله سنة. يقول اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. ولذلك الدنيا إنما تسمى دنيا لدناءتها، وقيل تسمى دنيا لأن ما بعدها هو البعث والنشور ويسمى الآخرة، فهي لا تعترف بنسب ولا بحسب ولا بجاه، وإنما تأخذ الإنسان على غرة. فلذلك ينسب لها في كثير من النصوص سواء في الشارع وكذلك في كلام العرب ينسب للدنيا أنها فعلت وفعلت ونحذر، وهذا كله من أقدار الله سبحانه وتعالى. ولكن الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدنيا من أحب فحسب، ولكن يعطيها من أحب ومن لم يحب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا لا تعادل عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، لذلك يعطي منها الكافر والمؤمن، يقسم لهذا ويقسم لهذا ويعطي هذا خيرا وهذا خيرا. أما الآخرة فلا يعطي الله عز وجل منها إلا من أحبه، وهي العاقبة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد سئل بعض أهل المعرفة عن معنى قول سجن المؤمن وجنة الكافر، وما جاء في آيات كثيرة أن المؤمن كلما ازداد إيمانا انشرح قلوب، وما يقع في الطمأنينة وانشراح الصدر، وما يحصل للكافر كذلك في هذه الدنيا من ضيق وحرج كأنما يصعد في السماء، وغير ذلك من الآيات من النكد والإعراض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى غير ذلك ما أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ فيقال أن الدنيا سجن للمؤمن بالنسبة لنعيم الآخرة، وأما بالنسبة للكافر فهي نعيم بالنسبة لعذاب الآخرة. يقول عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل. فالإنسان إن اجتهد في هذه الدنيا أو سعى في كسبها فلن يعدو رزقه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما جاءك من رزق اعلم أنه هو رزقك، وما أخطأك من رزق وقد سعيت إليه وتطلبه وذهب إلى غيرك شرابا سائغا لم يسعى إليه اعلم أنه ليس لك وأن الله عز وجل قسمه لغيرك. قل كم جهول وهو مثل مكثر وعليم مات منها بالعلل. أي كم رجل جهيل مجهول وجاهل في طرق التكسب والسعي في الدنيا ونحو ذلك وفيه من السذاجة والبساطة، إلا أن الله عز وجل رزقه من الثرى والمال والنعيم في هذه الدنيا وهو لا يحسن
جمع مال، بل لا يحسن رعاية أهله. وكم من الناس من أذكياء الدنيا ما رزقهم الله سبحانه وتعالى كما رزق ذلك. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعتد وأن ينظر لماذا رزق الله عز وجل فلان ولم يرزقني كما يفعله بعض البسطاء. وأذكر أنه في عام من الأعوام في عرفة كنت في أحد جبالها، وكان بجوار أحد الشاميين، وكان يرفع يديه ويدعو، ففهمت من دعائه أنه مهندس، فيقول: يا رب أنا مهندس وبلغت من العلم كذا وكذا، وأنك أعطيت جاري الصعلوك بيتا وأعطيته مزرعة ولم تعطني، لما يا ربي؟ فتناولته وقلت أن الله عز وجل يقسم العقل في هذا. الله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب، ولكنه غلب عليه أن جعل تلك الأسباب في مقام المعطية المتصرفة، وهذا هو ما يضل به الناس، بل ربما ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى، قد ينافي كمالها وقد ينافيها بالكلية إذا علق الأمر بالأسباب وجعلها هي التي تعطي وتضر وتنفع. وهذا يخالف ما هو مشاهد ملموس، ويخالف كذلك نصوص الشرع. فلا يحاسب الإنسان ربه، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. يقول: كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل. الشجاعة لا تعني أن الإنسان يحصل لمراده بقوته وسطوته ويغلب غيره، فكم من جبان غلب القوي بسبب التوفيق، وكم من السير والمغازي من يلقى جبان شجاعا فيقتله بسبب ماذا؟ ليست الشجاعة هي كل شيء. وكم من الناس من يأتي إلى ساحات المعارك وجبهات القتال سنوات عديدة ثم يموت على فراشه بعد عقود طويلة. ومن الناس من يخرج إلى غزوة واحدة ويموت. العبرة ليست العبرة بالسبب مجرد، أن الله عز وجل يكتب على الإنسان. لذلك خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى، وهو سيف الله المسلول، ما ترك غزوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو في مقدمتها. فلما حضرته الوفاة على فراشه قال: فيه رمية بسهم أو طعنة وها أنا أموت على فراشي لا نامت عين الجبناء. فمات على فراشه لأن الله عز وجل كتب له وقدر عليه الموت على ذلك الفراش. فمهما تصنع ومهما تسعى لأن تقتل، فالله عز وجل ما كتب عليك ذلك. لذلك المنية تأتي الإنسان كما قدر الله عز وجل عليه. يقول: فاترك الحيلة فيها وابتعد، إنما الحيلة في ترك الحيل. أي الحيلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان ألا يتهرب من قدر الله عز وجل بزعمه، لكنه يأخذ بالأسباب مجردة ويجعل الأصل هو قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل إن كتب على الإنسان شيئا فهو آتيه. لذلك كثير من الناس من يسعى إلى الحيل والتخلص من بعض ما هو في الظاهر محتوم عليه ونحو ذلك، وهذا قد يكون فيه معارضة لقضاء الله وقدره، وهذا ينافي إيمان العبد. يقول: أي كف لم تفد مما تفد، قرأنا هذه. يقول: أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل. المراد بذلك أي يد لا تنفق مما كسبت وأعطاها الله عز وجل من ذلك الرزق الذي لا صلة للإنسان به، وإنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. فبعد أن بين أن الإنسان هناك من هو جهول وفيه من الغباء والسذاجة وعدم معرفة السعي في الرزق، يرزقه الله عز وجل متاع الدنيا ولذائذها، ومن هو ألكى الناس لا يعطيه الله عز وجل من الدنيا إلا يسيرا. فأي كف أفادها الله عز وجل من ذلك النعيم فلم تنفق رماها الله بالشلل، وهي يدعو عليها وهذا كأنه اقتداء بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا
هذا معلوم. فإن الصدقة والنفقة تزيد في مال العبد، وإن أمسك فإن الله عز وجل يمسك عليه، ولذلك تسمى الزكاة زكاة. لماذا؟ لأنها تزكو بمال الإنسان فتزيده، ومعلوم لا تنقص مال الإنسان. نعم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا. الأصل والفصل، أصل الإنسان هو ما تفرع عنه، وفصله ما تفرع عنه. فالأصل أبو الإنسان، والفصل هم أبناؤه، وذلك لانفصالهم عنه. والأصل هو ما تفرع عنه، لذلك الفرع ينبني على الأصل فيسمى هو فصل. وقصته طويلة. فلما رماه إخوته في البئر فكان أشبه بمن لا أب له، فحمل وبيع، وما حصل له من عذاب عليم في السجن والابتلاء ونحو ذلك، حتى وصل وساد وأصبح ملك مصر وعزيزها. فقد يسود الإنسان من غير أب. ثم جاءه أبوه بعد ذلك، هل نفعه أبوه؟ أبوه كان بعيدا عنه، كان يدعو له، نعم، ولكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان قد يسود من غير أب، من غير نسب، من غير حسب، أو بلا معين إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد يوضع الإنسان وهو متمكن النسب فلا ينفعه نسبه ذلك. فنسب قريش ممن أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن دعوته لم ينفعهم ذلك، فكبهم الله عز وجل في النار، كأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي جهل، وكذلك أبي طالب، وغيرهم من كفار قريش. يقول وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. وهذه كلها من الأمثلة التي يريد بالمصنف عليه رحمة الله تعالى أن يقرب بها المعنى، أنه قد يخرج من بعض الأشواك ورد وزهور، وقد يخرج من البصل وهو سيء الرائحة خبيثها، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هاتين الشجرتين يخرج منها ورد طيب الرائحة ويسمى النرجس. قال مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر أتصل. فهو بكري، يبين أنه لم يتنزل عن ذلك من باب أنه ليس بنسيب أو أنه وضيع ونحو ذلك، بل نسبه من أعرق الأنساب بأبي بكر يتصل، مع ذلك أنه يقطع وأنه لا يغنيه ذلك من الله شيئا. نعم. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. غب عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. فما بلغ المكروه إلا من نقل. دار جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. الإنسان بعلمه كما تقدم، ولذلك قيمة الإنسان ما يحسن صنعه وما يحسن عمله، فإن قل إحسانه قلت قيمته، وإن عظمت قيمته في ذلك عظمت قيمته في هذا الأمر. وهذا يدل على ما تقدم من كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى، أن قيمة الإنسان بعلمه ومعرفته، فيزداد بذلك ويرفع، وينقص بذلك ويوضع. يقول اكتم الأمرين فقرا
وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. يقول اكتب الأمرين، الفقر والغنى لا تحدث بها، كنت فقيرا فاصبر واحتسب، إلا إن احتجت وأصابك فاقة فإنه لا حرج عليك أن تسأل، كما جاء الترخيص في ذلك، وإلا تكتم. ولذلك مما يكتم من حال الإنسان قول الشاعر، وقد جمع الشاعر بقوله: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب، فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة، بمموه وممخرق ومكذب. احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب. الشاهد من هذا قول لكلام المصنف ومال، إما أن تبلى بحاسد، وإما أن تبلى بمن يتنقصك بذلك المال، كأن يقول أنه مجحف لا ينفق على بنيه ونحو ذلك مما يظهر من ماله، مما لديه من مال. وإما أن يقال أن فلانا يتكثر ويتزيى بزي الأغنياء وهو فقير، وقلما أحد من الناس إلا وهو لا يوازن بين ماله وبين حاله، وهذا معلوم مشاهد. يقول: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ويريد بذلك أنه ينبغي الإنسان، كما أنه تقدم أن من أسباب أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد، أنه لا يظن بكلامه ذلك الإنسان يتعطل فلا يجد ولا يكد، بل ينبغي له أن يدرع جدا وكدا ويجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلوة لا يحسنون العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بعمله بنفسه، كان يخسف نعله ويغسل إناءه، كما في الخبر المشهور قال: بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل. ومراد بذلك هو التوسط، وخير الأمور أوسطها. وقد يزيد كرم الإنسان ويصل إلى درجة البخل، إلى درجة التبذير والإسراف، والله عز وجل قد نهى عن ذلك بقوله: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالله عز وجل نهى عن الإسراف، وهو أن يضع الإنسان المال في غير موضعه من غير حاجة. أما في باب الصدقة فهل يدخل كذلك في باب الإسراف أن الإنسان ينفق من ماله بما ما استطاع من غير حد؟ يقال أن الصدقة إن أنفق الإنسان منها لله سبحانه وتعالى يتقبلها الله عز وجل منه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يدع أبناءه عالة. ولذلك سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما حضرت الوفاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني كما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي، سأتصدق بثلثي مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: بشطر مالي. قال: كثير. فقال: بثلث مالي. قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قد ذكر بعض السلف قال: لئن ألقى الله سبحانه وتعالى وأخلف مالا خير من أن ألقى الله عز وجل وقد تركت أبنائي عالة. فينبغي الإنسان أن يتوسط بذلك، وهو ما قصده المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله: بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل، سواء في باب الدنيا أو في باب النفقة والصدقة، فينبغي الإنسان أن يعتدل في ذلك. هذا حمله بعض العلماء على الإنسان إذا كان في آخر حياته أو حضره الموت أو ترقب حضوره كان يكون به مرض مخوف كحال سعد بن أبي وقاص وغيرهم. قالوا: أما إذا كان الإنسان في حال نشاطه وقوته وتكسبه لا حرج عليه أن ينفق ماله كله، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عثمان بن عفان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وقد أنفق نصف ماله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. يقول: ولا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بأحداث مضت وأن ينشغل بأحداثه، فالله عز وجل لا يسأله عما مضى، لا يسأله ما مضى مما فعل من الأمم والشعوب،
فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهم أعمالهم التي عملوها يلقون الله عز وجل عليها، ولكم أعمالكم التي تلقون الله عز وجل بها وتحاسبون عليها. قال وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. التغافل خصلة محمودة من خصال المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن بأنه غر كريم، أي أنه لا يخدع لكنه يتغافل ولا يتتبع الأمور ولكنه يتغافل عنها. ولذلك من تتبع عورات الناس يتتبع الله عورته، مع ذلك من تتبع أمور الناس وأحوالهم يزداد هما، فإنه كثير التفكير لما حدث في فلان وفلان ونحو ذلك، فيسأل لما حدث عن لفلان وفلانة ونحو ذلك ويتتبع أحوال الناس، بل ينبغي الإنسان أن يتغافل، وإن أوذي ونحو ذلك يتغافل كأنه لم يسمع. فإن الإنسان إن تتبع الدقيق والجليل فإنه يمل ويضجر وينشغل ويضيق صدره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما في هذا الباب، ويتغافل عن أذية تلحق به ولا يتتبع أحدا. ولا يعني من هذا أن يكون الإنسان صاحب غفلة فيشتغل في ماله ونحو ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه أفواج الناس وقبائل العرب ويقول من القوم من فلان وممن أتيت ونحو ذلك. وذلك قد جاء في سنة الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله من هو وممن هو. المراد بذلك أن يسأله حتى يعرف حاله من أي جهة كان، حتى يحتاط لنفسه إن كان صاحب خير يعطيه تلك المكانة، وصاحب رفعة يعطيه منزلته، وإن كان صاحب منزلة وضيعة أو صاحب خصة ونحو ذلك فيتقي شره. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقي شرور الناس. وقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل فقيل فلان عند الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل هش في وجهه وبش. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي كأنه لم يعهد منه أذية ولم يؤذه، وأنه ليس بصاحب فحش بل بش في وجهه وهش وتعامل معه على الرحب وكأنه لم يلقى منه أذية، وإنما أسر النبي عليه الصلاة والسلام أذيته في نفسه. وهذا من خصال المؤمن، فيها مجلبة للمودة وتآلف الناس ونحو ذلك. فإن كل ما يعلمه الإنسان يقوله وكل ما يراه يتحدث به، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. الإنسان لابد له من أعداء بقدر عقله بقدر ما يكون له أعداؤه. يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه تهذيب النفوس ويسمى مداواة النفوس، يقول ما من أحد من الناس إلا وله أعداء بقدر عقله، ومن رام حياة بلا أعداء فإنه يرم مستحيلا، ولم أرى أحدا من الناس ليس له أعداء إلا المجانين. هو المجنون فقط الذي ليس له أعداء لأنه لا يملك عقلا. ترى المجنون في الشارع هل له عدو يتخبط يمنة ويسرى، كل يرحمه حتى أحقد الناس، وأشد الناس عداء وحسد لكل صاحب نعمة ليس بأعداء لهذا، بل أنه يرحمونه ربما حملوه وأنفقوا. لماذا؟ لأنه ليس بصاحب عقل. وبقدر كلما ازداد عقله وأصبح لديه عقل بقدر ما يصل تكون الأعداء له عند الناس. ولذلك هنا يقول ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لذلك لا يزال الإنسان من الأعداء والخصوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كان له أعداء وخصوم، فبقدر قوة عقل الإنسان وتمكنه ودرايته بقدر ما يكون له أعداؤه، وبقدر ما يضعف عقله بقدر ما يوده الناس ويظنون أنه من البسطاء ونحو ذلك. يقول من عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. يبتعد عن النمام الذي يتحدث في أعراض الناس، والذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا فيقول يا فلان قد قال فيك فلان كذا وكذا، وهذا من كبائر الذنوب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لا يدخل الجنة قتات، والمراد بالقتات هو النمام.
ونقل الكلام من شخص إلى آخر هو من أكابر الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأناس يخدشون وجوههم، الحديث معروف في رواية النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعذب في النار. وأشد من ذلك من يلم بين الناس بما لم يحدث أصلا، فيقول فلان قال في فلان كذا وهو لم يقل. ولذلك يقول الشاعر: لي حيلة في من يلم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. النمام الذي ينقل الكلام يردع ويزجر، لكن من كان يخلق ما يقول ويرتكب ذلك الكلام هذا كذاب. والكذب لا يخرج من الإنسان إلا بخبث قوية وسوء نية، ولا يمكن أن يتمكن الإنسان من الكذب إلا وقد تمكن منه النفاق والعياذ بالله. يقول: باري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. أنه ينبغي يجب عليك أن تتحلى بصبر الجوار، لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حق للجار. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أن يجعله من الورثة من ضمن الأبناء، فإن مات جار ورثه جاره لما له من المكانة. والجيران ثلاثة: جار له حقان، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والجار له حقان هو الجار المسلم بالقرابة، له حق الجوار، له حق الجوار وحق القرابة إذا كان كافرا. وجار له حق واحد وهو حق الجوار إذا كان ليس بمسلم وليس بصاحب قرابة. وإذا لم تجد صبرا على أذيته إن آذاك فإن الأولى لك أن تنتقل عنه ولا تؤذيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أهل الجوار أمناء على عورات جيرانهم وإن بدا منهم من الأذية ما بدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أعظم الذنب قال: ما أعظم الذنب؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لماذا؟ لأنه ائتمنك وسكن بجوارك. إذن فالزنا من البعيدة أهون من الزنا من القريبة، لأنك أتيته على غرة، فلم يكن يخطر في باله أن الأذية والفتنة تأتي من جاره. ولذلك كلما أمن الإنسان صاحبه كلما كان الإثم أعظم، لأنك قد أتيته في حال غرة وثقة بك. والشارع حينما عظم حق الجار وجعل ما فيه وما له من حق وأمان جعل كذلك في المقابل أن التعدي عليه أعظم من التعدي على غيره. نعم. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. يقول: جانب السلطان واحذر بطشه. جانب السلطان أي لا تدخل عليه من غير حاجة وضرورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في السنن وكذلك في المسند قال: من دخل على السلطان افتتن ومن تتبع الصيد غفل. فمن دخل على السلطان فإنه يفتتن في دينه لما يرى من بهارج الدنيا وجمالها وحسنها ونحو ذلك مما يصرفه عن الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: واحذر بطشه، أي لا تتعرض لمحاربته من غير حاجة وعناد ونحو ذلك، فإن هذا منقص للإنسان أن يعادي من إذا قال فعل، لأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هذا إن كان يخشى الله. ولذلك من العقل والحكمة، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من العقل أن لا تعادي صاحب سلطان، لأنه يرفع ويضع، يقرب إليه من شاء في هذه الدنيا ويبعد من شاء بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال: لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. لا تل الحكم فيه تحذير من
من القرب من المناصب والرئاسة ونحو ذلك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا منها: إنكم لتحرصون على الإمارة وإنها لحسرة وندامة يوم القيامة. وذلك لأن الإنسان لا يستطيع القيام بعبء نفسه وأمانته التي في عنقه، فالله عز وجل قد جعل في عنق الإنسان أمانة إما من ذريته وإما من نفسه، فكل شيء وديعة. أودع الله عز وجل جسده وعقله وصحته وعافية مسؤولا عن ذلك كله، فكيف يتحمل أمور الناس؟ ومن نظر إلى سير الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كعمر بن عبد العزيز ونحو ذلك وجد أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد علموا أهمية تلك المسؤولية العظمى التي جعل الله عز وجل في أعناقهم، فانشغلوا بالعدل بين الناس وانصرفوا عن لذائذ الدنيا ومتاعها. يقول: لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وإن طلب منك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أصحابه من الولاية والإمارة وحذر من ذلك وأذن فيها لبعضهم، وحذر بعضهم لأنه لا يستطيع، وحذر أحد أصحابه عليه رضوان الله تعالى قال: لا تل الإمارة ولا تتولى على مال يتيم، لأنه قد علم فيه ضعفا. أما إذا علم الإنسان أنه إن لم يأتي إن طلب منه إلى هذه المسؤولية أتى غيره ممن هو أفسد منه، إن كان فيه فساد أو من هو فيه شر ونحو ذلك لم يأتي إلى هذا المكان إلا فلان ابن فلان، أو أنت من فيك خير ونحو ذلك، فإنه لا حرج من هذا الباب. ولكن لا يتسع هذا الأمر لدى الإنسان فيجعله بابا متسعا تدخل منه الذمم. ولذلك من يقول أنه لو لم آتي لجاء فلان أو لم تأتي أنت لجاء فلان، هذا كل يستطيع أن يقوله على مر العصور والدهور. بل حتى إبليس عليه لعنة الله يقول: لولا موسوس للناس أنا لجاء من هو عفريت وأشد مني، لكن أنا أترك هناك من يؤمن وهناك من يكفر. إذن هذه العبارة كل يستطيع أن يقولها، فلا بد الإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر ويجعل من نفسه خصيما لها. يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. وذلك أن أمور الحكام لا تظهر للناس، وما هم فيه من أحوال لا تظهر للناس، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يعلمه الرعاية والمحكومين. ونفوس الحكام مبنية على الأنفة ومبنية على العزة والكبر ونحو ذلك، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يبدونه للناس، ويظن الناس أن هؤلاء لديهم لكنهم لا يعطونه ويمسكون عنهم. ولذلك قال هنا: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هذا إن كان عدلا، أما إن كان ظالما فالكل عدوه. وهذا معلوم عند من ولي الأحكام سواء في باب القضاء أو في باب السلطة العليا. قال: فهو كالمحبوس عن لذاته. المراد بذلك أنه لا يستطيع أن يسعى بين الناس في الطرقات ويذهب حيثما شاء ويجيء، فكل عمله محسوب عليه حيث يراه الناس. رأيت الوالي ورأيت الحاكم ورأيت القاضي، فلا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه أو يتلذذ بذلك. فإن الإنسان لديه رغبة بأن يكون حرا في قوله وفعله وذهاب مجيئه، لكنه يبقى محبوسا عن لذاته تلك. قال: وكلا كفيه في الحشر تغل. وهذا يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يلي أمر 3 فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه. أمر 3 فما فوق جاء يوم القيامة، الأصل فيه أنه مغلول، أثبت العدالة، الأصل أنك متهم. يأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه، والعياذ بالله. نعم. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل، لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل.
فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي من مدارات السفل. قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. يقول إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. أن الإنسان صاحب السلطة والسلطان والمكانة الرفيعة ينعم بلذة ومكانة، لكن تلك اللذة لا توازي حرمانه من تلك اللذات، فهو محسوب بقوله وفعله. كذلك فإنه يستثقل أن ينصح ويوعظ، وهذا مجبول عليه الكبار والسلاطين، فإنهم يعرفون من ذلك وتتربى نفوسهم عن ذلك. أضف إلى ذلك أن ثمة أمر أشد من ذلك، قال ذاقه بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. إذا كان الشخص صاحب السلطان ثم انعزل عن ذلك فإنه يلقى من الألم والحسرة تمحو ما وجده من لذة تلك النعمة. حتى لو قيل له لو تمنيت أنك لم تتولى ذلك المنصب بعد عزلك منه لتمنى ذلك. والمناصب لا تدوم لأهلها، لذلك يقول الشاعر إن المناصب لا تدوم لأهلها إن كنت في شك فأين الأول، أي أين من سبقك؟ قد ذهب ونعزل إما بوفاة أو عزله من هو أقوى منه، وما يقع في حسرة في قلب الإنسان من ذلك يتمنى أنه لم يحصل له من ذلك شيء أصلا. قال فالولايات وإن طلبت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. قال وإن طابت لمن ذاقها. الولايات مراد جمع ولاية التي يتولاها الإنسان سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى، وإن كانت لذيذة فيها رفعة ونحو ذلك فالسم في ذلك العسل هو في حال عزله كما أشار إلى ذلك المصنف عليه رحمة الله، أو ما يحرمه من لذائذه من عدم حريته في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك. يقول نصب المنصب أوهى جلدي وعنائي من مدارات السفل، وذلك أنه مشغول ومهموم بأمور الناس. لذلك جاء أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى بعد أن ولي الخلافة ب3 أيام فوجده قد نحل جسمه بسبب هموم الناس. قال كيف لو رأيتني في قبري بعد 3 أيام؟ قال قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. العمل لا ينبغي للإنسان أن يزيله من حياته، فلا العمل ما عاش الناس، لكنه هنا يقول قصر العمل لا تجعله طويلا، تأمل واجعل لك عمل تعيش به وتحيا به وترجو شيئا من الدنيا وترجو شيئا من الحياة ولذائذها، لكن لا تجعل العمل طويل. فلو لم يكن في هذه الدنيا أمل للناس ما عاشوا، وإلا لما كان لديهم في عقولهم إلا تذكر الماضي وآلامه وكفى بذلك حسرة. يقول إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الموت يطلب الإنسان ويتبعه فيتخطاه هذه المرة إلى غيره وتلك مرة يتخطى وتأتي مرة أخرى يتخطى غيره إليه. فإذا كان الإنسان كذلك يعلم أن الموت سيأتي لكنه لا يعلم بأي لحظة، فالواجب عليه أن يخاف منه ويوجل. وذلك كالإنسان الذي يطلبه غريم ويطلبه طالب أو يتوعد بقتل لا يعلم متى يأتيه. ذلك الذي سيقتله الأولى أن يكون وجلا في كل حاله لا في ساعة من تلك الساعات، ولكن الإنسان لنعمة النسيان والغفلة جعل الله عز وجل له من ذلك نعمة، فيأخذ الإنسان من ذلك إلى تذكر الموت. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت وبأخذ بأسبابه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر
رواية تذكر بالموت وتزهد في الدنيا، تذكر بالموت وتزهد في الدنيا، فينبغي للمرء أن يتذكر الموت، وإن نسيه فأن يجعل له ما يذكره فيه من زيارة المقابر أو تذكر الأمم السابقة وأحوالها حتى يتذكر الأجل المحتوم والحساب الذي ينتظره يوم القيامة. نعم. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عد. يقول غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. لا ينبغي أن تثقل في الزيارة والذهاب والمجيء إلى الناس حتى يملوك، ولذلك جاء في الخبر يسر مرفوعا زر غبا تزدد حبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على ذلك، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيرها. قل غب وزر غبا تزد حبا، والمراد بالغب هو يوم بعد يوم، فيكون لك يوم غياب ثم حضور، فلا تداوم بالذهاب والمجيء. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا إلا غبا. المراد بالغب أي يوم بعد يوم، حتى لا يكثر الإنسان من التنعم ويتشبه بالنساء ونحو ذلك فيغلب عليه طبائع النساء. قال فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. أكثر الترداد على الناس ونحو ذلك تنقص هيبته، وينبغي أن يبتعد، فكلما ابتعد عن الناس عظم قدره وشأنه عندهم وأجلوه، وكلما خالط الناس فإنه يفتدل شخصه حتى ينقص قدره. قال خذ بحد السيف واترك سنده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. وذلك أن العبرة بالجوهر في السيف، العبرة بحده لا بالعبرة بغمده. فينبغي للإنسان أن يعتد بصلاح قلبه، لا يعتد بالتزيي بالظاهر، أن يصلح باطنه، فإنه إن صلح باطن الإنسان صلح ظاهره. فلا يمكن للإنسان أن يجمل ظاهره، أن يفسد ظاهره ويقول أن باطني صالح كظاهري، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. والمراد بذلك أن الإنسان ينبغي أن يظهر عليه من علامات الخير والطاعة لكي يعلم ما في قلبه من خير وطاعة، وهذا كما أنه معلوم في الشرع معلوم في الطبع. فلا يمكن أن تأتي إلى شجرة ميتة ويقول صاحبها أنه يسقيها كل يوم، هذا لا يمكن أن يعقل. أو تقول أن أوراقها حية، لا كلا، بل هي ميتة، لأنها لا تسقى أو لسبب آخر. لا يمكن أن تكون حية. ولا يمكن أن تأتي إلى شجرة مورقة خضراء ويقول صاحبها أنه لا يسقيها ولا يأتيها الماء إما من ينابيع الأرض أو نحو ذلك، بل لا بد أن تكون تتغذى بشيء يظهر عليها في الظاهر. ولذلك شبه ذلك باعتداد الإنسان بالسيف وحده، فإن الغمد لا ينفع، وإنما هو من باب التحسين، وعند الجد والحاجة فلا يحتاج الإنسان إلا إلى غمده. وأما الظواهر فإنها لا تنفع الإنسان عند العزم والحاجة. نعم. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. يقول حبك الأوطان عز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. حب الوطن والأرض التي يعيش فيها الإنسان هو مفطور عليه الإنسان بالطبع، وجاء الشرع بتقرير ذلك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يقاتل عن بلده وأرضه أيا كان،
وذلك بسبب إبعاده عن شيء ألفه، كما قال الله عز وجل: خرجونا من ديارنا وأبنائنا. فقاتلوا لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. والله عز وجل قد امتحن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، قال: اخرجوا من دياركم، لكنهم لم يخضعوا ذلك لأن قلوبهم معلقة بذلك، فأحبوا الديار أكثر من الإسلام. في العبرة بالإسلام هو الأصل، وأما حب الإنسان لبلده فإنه لا يلام بذلك، لكنه لا يقدمها على محابب على ما أمر الله عز وجل بحبه وتقديمه. والإنسان مجبور على حب موطنه الأول، ولذلك يقول الشاعر: كم من منزل في الكون يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. يقول: فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. وكأن هذا القول هو منتزع من كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في ديوانه بقوله: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصبت إن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى. يقول هنا: أيها الغائب قولي عابثا، أيها العائب قولي عابثا. المراد بذلك ممن ينتقد قولي من غير تدبر وهمه النقد، وكذلك العيب للكلام، ولا ينكر عنه مدح لأحد، وإنما هو كبعض الحشرات التي لا تقع إلا على الأوساخ كالذباب وغيرها. أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. وهذا كلام شديد منه عليه رحمة الله، أي إنك لذمك ذلك أشبه بالجعلان، وهي دواب تمشي على الأرض تتأذى من رائحة الورد. وقد ذكر الدميري عليه رحمة الله في كتاب الحيوان قال: وهذا من شواذ الحشرات، فإنها تتأذى بالورد وتطيب بالأوساخ وتحيا، فإن لم تجد أوساخا فإنها تموت وتحيا على تلك الأوساخ وتموت إن أعطيت طيبا أو وردا. يقول: عدي عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من تعن، أي أن تلك الأبيات التي يتكلم بها أشبه بالسهام في الكنانة، فإنه لا تتصدى لنقدي، فإني سأهجوك بكلام يؤذيك ويصيبك في مقتل. نعم. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لين يعتزل، أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لجن كيفما شئت انفتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. قل: لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل، أي لا ترى كما تقدم من كلامي أني صاحب تربية ولين وسلوك ونحو ذلك، أنني إن تعدى علي شخص بأذية ونحو ذلك وسب وقدح أنني سأكون لينا معه، كلا بأني سأخذ حقي منه موصفا، فإن للحيات لينا يعتزل، مع أنها لينة إلا أن الناس يبتعدون منها. أنا مثل الماء سهل سائغ، أي إن أردت أن تستفيد مما أعطيك فأنا كالماء تحيا به، وقد جعل الله عز وجل من الماء كل شيء حي. إن أردت أن تشرب مني فإني سأعطيك سائغا ما يرويك، ومتى سخنت أي أغضيت أي أغضبت، يشير بذلك إلى الغضب، فالغضب تعريفه في لغة العرب هو غليان دم القلب للانتقام ممن أثار الإنسان. ومتى سخن آذى وقتل، يؤذي الإنسان أو يقتله. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين وهو لين كيفما شئت انفتل. المراد بالخيزور هو أعواد الخيزران، لا تكسر وتلوى إذا كانت رطوة لينة، لا تكسر، يستفيد من الإنسان على أي حال إن أراد أن يثنيها أو يلويها ونحو ذلك، لينة أينما أداها، ولا يستطيع أحد أن يكسرها إذا كانت رطبة طرية. ويشير في البيت الذي يليه إلى أنه ليس بصاحب مال، وهذه المنقصة في أعين بعض الناس. قال: غير أني في زمان
من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. والناس يميلون لصاحب المال، لذلك يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. الناس يميلون إلى المال، وإن كان وضيعا أو سيء الخلق إلا أنه هو سيء لأنه صاحب مال يسعى إليه، وهذا معلوم مشاهد. وكان المصنف عليه رحمة الله يشير هنا أن رغم ذلك كله أنه كأعواد الخيزران وكالماء لمن أراد أن يشرب منه، وكالخيزران اللين الذي لا يكسر لكن يستفيد منه الإنسان، لكنه ليس بصاحب مال. قال: غير أني في زمان فيه من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عندي الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. وهذا معلوم مشاهد، من كان قليل المال فإن الناس تعافه ويميلون عنه وينصرفون عنه، لأنه لا يرون فيه ميلا أو غنى في حاجة عن دنياهم، وهذا من المؤسف. يقول: كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. وختم منظومته تلك بمذمة أهل عصره بأنه قد كثر فيهم الجهل والفساد. قال: وكل الناس غمر، والمراد بالغمر هنا الجهل والغباء والحمق ونحو ذلك والبعد عن الخير. وأراد بذلك بقوله وأنا منهم أي أنا من ضمن هؤلاء، ويشير إلى ما أشار الله عز وجل إليه في مواضع كثيرة من كتابه: أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يؤمنون. وكأنه لغلبة ذلك في ذلك العصر حتى لم يكن إلا شيء قليل من أهل الخير، عمم على كل الناس وأدرج نفسه معهم وهو صاحب فضل وعلم، لكي لا يظن به سوءا ويرتكب المخالفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال فسد الناس فهو أفسدهم. لأنه لا ينبغي الإنسان يقول هلك الناس كلهم، ففيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم الاستقامة وفيهم الديانة، وجعل نفسه منهم لغلبة الفساد في ذلك الوقت. قال: تترك تفاصيل الجمل، أي ليس عليك أن تبحث عن مواطن الفساد وتتبعها، فإن هذا ظاهر جلي، ولعله يخاطب وضعا بعينه، وإلا فالأمة فيها خير من أولها إلى آخرها، ولا يزال في هذه الأمة أمة باقية ظاهرة على أمر الله، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. يقول: لم يتضح لي العمل الواجب في دخول المكلف دائرة الإيمان. المؤمن إذا أراد أو الكافر إذا أراد أن يدخل الإيمان يدخل بتصديق بالقلب وبالقول باللسان من غير عمل. فلو شهد أن لا إله إلا الله ومات بعدها لا يقال أنه لا بد من عمل، وهذا هو الفرق الوحيد بين العمل وأركان الإيمان، بين العمل وبين الاعتقاد وكذلك القول. لكنه إن مكن من عمل ولم يعمل فإنه لا يتحقق فيه الإيمان. وذكرنا ما هو العمل الذي يدخل الإنسان في الإيمان. يقول: فهل لو صدق ونطق وعمل بأحد أركان الإسلام كاف لدخوله في الدين؟ نعم، إذا عمل شيء من أركان الإسلام لما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يؤمن بالجميع. يقول: وجدت بعض الفتاوى تقول بحرمة شراء البيرة الموجودة حاليا، فما الحكم في ذلك؟ هذا السؤال عرض أكثر من مرة بكتابات مختلفة، يبدو أن ثمة شيء فتوى ظاهرة ونحو ذلك. أنا لا علم لي بمكوناتها، إلا أن الأصل فيها الإباحة، فمن علم أن ثمة شيء محرم فيها من إضافة أو شيء من مادة الخنزير ونحو ذلك فهذا يبين ويثبت الدليل فيه. مع ذلك فالأصل فيها الإباحة. يقول: ما يوجد في بعض الشرائط الكاسيت بالأغاني الإسلامية، مع أن صوتهم يؤثر على ذلك. الأغاني الإسلامية لا يوجد أغاني إسلامية، كان يقصد الأناشيد إذا وجدت ما يطرب ويخرج اللفظ عن معناه إلى الإطراب والتغني والتغنز، ويدخل في ذلك ضمنا آلات الموسيقى واللهو والطرب، فهذا غنى محرم بالاتفاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.